السلام عليكم. عايز اقول لك ازاي تطلع كود اليو اي ان اللي انت بتحطه النهارده في اي منصه، سواء على شوبيفاي او حتى على بلاتفورم انت شغال عليها ادز او حتى غيرهم، عشان يشيل لك الضرايب بتاعتك. طبعا احنا بنتكلم على مصر بالتحديد. اليو اي ان تطلعه ازاي؟ انا هشاركك بعد تجربه كده مش قصيره في الموضوع ده، لان للاسف اتحطيت في موقف ان المحامي في مكان وانا في مكان ولازم انا اتصرف فيه. فلما بتدخل على الموقع هتلاقيني كاتب لك اسمه على الفيديو، هتلاقي ان هو بيقول لك اطبع الطلب ده وروح للمأمورية اللي انت تابع ليها عشان تقدم الطلب. انا حابب اشاركك باكتر من نقطة في الحتة دي. اول حاجة شوف البطاقة الضريبية بتاعتك، البطاقة دي مكتوب عليها انت ايه، شركات مساهمة ولا استثمار ولا ايه، عشان بناء على اللي مكتوب. يعني لو دي البطاقة الضريبية فوق على اليمين، عشان احنا عربي، فوق على اليمين هتلاقي انت مكتوب شركات مساهمه او استثماريه او غيرها، فبتتوجه لمأمورية الضرايب على حسب ما مكتوب عندك في البطاقه الضريبيه. دي نقطه اولى. النقطه الثانيه، خلي بالك ان من مأموريه للثانيه بيكون في اختلاف في الورق، فالنصيحه مني روح واسالهم، لان انا رحت حاجه غير اللي انا تابع ليها، طلبوا مني طلبات منهم ختم ومنهم كده حاجات انا ما كنتش عارف ليه، وحتى المحامي كان قايل لي ان هم مش هيطلبوا كل الكلام ده، ولكن في الاخر بعد ما رحت هم قالوا لي ده الورق وده اللي احنا لازم نعمله عشان نسجل المحضر وحضرتك تختم عليه وكل الكلام ده كمؤسس او كصاحب شركه. بمعنى انا برضو عايز اوريك حاجه دلوقتي، بس اللي مش هنحتاجه ما يظهرش، ده الافضل. الطلب بيكون فيه كذا حاجه، يعني الطلب اللي انت بتطبعه بيكون فيه رقم الطلب ورقم التسجيل الضريبي بتاعك، وطبعا الجيميل او بريدك عامه، ورقم التليفون، كل الكلام العادي ده. نيجي للنقطه الاهم دلوقتي، هنا كلام معكوس، ممكن ابقى اصورها وابقى احطها. هتلاقي ان هو بيقول لك كل اللي محتاجه اصل البطاقه الضريبيه وصوره منها، والهويه بتاعتك لو انت المؤسس في حالتي، او لو انت صاحب الشركه في حالتي فانت بتروح بنفسك عادي. لو انت محامي لازم تروح بالتوكيل صوره منه والاصل، الاثنين مع بعض. تمام. ده اللي انا جهزته او ده اللي انا عملته ورحت بيه. بعد ما رحت هناك قالوا لي محتاجين ختم، محتاجين السجل التجاري اصل وصوره، بطاقتي اصل وصوره، البطاقه الضريبيه اصل وصوره، والمحضر بيتعمل عندهم هناك. وده للاسف طلع تبع مأموريه انا مش تابع ليها. بعد ما رحت المأموريه اللي انا تابع ليها وجهوني الحاسب الآلي سعد زغلول، الحاسب الآلي المركزي. ده في الاغلب هيحل لك معظم مشاكلك يعني في الحته دي ان شاء الله، لو انت من الناس المحظوظين. بس هو بيحل فعلا معظم المشاكل، فاتوره الكترونيه او اي حاجه عامه هتلاقيهم هناك هم بيحلوا المشاكل دي، وهم ناس متعاونه وحقيقي فاهمه جدا. فاهم ان انت لما تكون حد شغال اونلاين وتروح لحد تقول له انا عايز اطلع اليو اي ان، هو غالبا فاكر ان انت بتهزر. هو اليو اي ان ده معجون يعني ولا ايه بالظبط؟ بغض النظر، تلاقي ان هم فعلا متعاونين هناك. طيب عشان انت تطلع اليو اي ان بكل بساطه، تروح الحاسب الآلي اللي في سعد زغلول عند المترو بالظبط، تحديد وسط البلد عند سعد زغلول، عند المترو بالتحديد محطه سعد زغلول. تلاقي هناك الحاسب الآلي المركزي هيطلب منك كام حاجه بسيطه جدا، وده اللي حصل مني. البطاقه الضريبيه بتاعتك اصل وصوره، والسجل التجاري بتاعك اصل وصوره، طلب اللي انت هتطلعه من على الموقع زي ما قلنا هتلاقيني حاطط لك الموقع. طلب ده خلي بالك يستحسن ان انت لو طلعته النهارده تروح بكره، لان بياخد معاهم حوالي 4 ايام، ودي حاجه انا عرفتها مؤخرا. يعني انا رحت الطلب كان عدى عليه حوالي 3 ايام، هو مدته اسبوع، 7 ايام بالظبط. لما بيعدي عليه اكتر من 3 ايام ممكن تلاقي يقول لك مش هينفع، عايز واحد جديد. فانت من اولها لما تبقى فاضي وعايز تروح، يعني طلع الطلب النهارده وروح بيه بكره عشان تدي لهم فرصه 6 ايام يعملوا الطلب ده بس بنسبه كبيره مش هتحتاج حاجه ثانيه. خلينا متفقين ان اليو اي ان انا بالنسبه لي حتى، او بالنسبه لمعظم الناس اللي بتصرف في الاعلانات، ده حاجه مهمه جدا جدا. انت النهارده لو عندك 3 4 ستور شوبيفاي فقط، 3 4 وبتصرف لك فيسبوك ادز مع تيك توك، ارقام هنقول برضو ان هي نوعا ما بسيطه مش كتيره، هتلاقي نفسك ان انت فيسبوك بياخد منك ضريبه شهريا لا تقل عن 30 40 الف جنيه حرفيا بمعنى الكلمه. فيسبوك تيك توك هتلاقي برضو رقم مقارب للرقم ده جدا، على حسب انت موزع البادجت بتاعتك ازاي او دنيتك ماشيه ازاي. ده مش المهم. المهم زي ما بقول لك، هي دي التفاصيل اللي انا عدي بيها. انا قلت برضه اسجلها عشان لو حد يحتاجها ابقى ابعتها له. ليك فاكر ان انت قبل ما تتحرك اي خطوه لازم تسال فيها، لان ما ادراك ان انت تتحرك في حاجه هي مش مفهومه بالنسبه للناس، وكل واحد هيشغل دماغه، كل واحد هيحاول يساعد، بس للاسف بيحاول يساعد وهو ما عندوش علم. دي مشكله سيئه ومنتشره جدا. مش عايزين نطول اكتر من كده. اشوفك ان شاء الله في فيديو جاي. لو استفدت من الفيديو ده تدعي لي دعوه حلوه، وان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا. سلام.